شتا يعني بطاطا. فالناس بقى اللي زي كده مش بتحب تاكلها مشويه، ايوه والله يا جماعه انا مش بحب اكلها مشويه. بالنسبه لي اللي انا احب اكلها في طاجن او في صينيه زي كده بالبشاميل، بتحميره كده بقى من الوش، تبقى زي العسل بجد. كان معايا كده كام وحدة بطاطا فغسلتها كويس، وبعد كده بدأت اقشرها. انا هنا كنت بقشرها بصراحة بسكينة اللي هي بتاعة الفاكهة دي، كانت بالنسبة لي منجزة كده وسهلة. في ناس بتحب تقشرها بالبتاع بتاعة البطاطس، فعادي زي ما انتوا عاوزين. بعد كده انا غسلتها تاني معرفش ليه، بس انا حسيت ان هي عايزة تتغسل فغسلتها، وبعد كده قطعتها حتت صغيرة عشان تستوي معايا بسرعة، وبدأت ان انا احطها في الحلة. زي ما انتوا عاوزين بقى، عايزين تعملوا شوية كتيرة براحتكم، عايزين تعملوا شوية صغيرين عادي برضو ممكن نعملها في طواجن اللي هي الفخار الصغيرة دي، هتطلع حلوة قوي. لو كل واحد كده في البيت هياخد له طاجن هيبقى جميلة. حطيت معاها بقى كوبايتين مية وشوية البطاطا دول، هما كانوا عندي من حوالي يومين كده او 3 ايام، يعني مش بقالهم كتير، مش اكتر من كده، ومسلوقين. فانا حطيتهم في التلاجة وقلت بقى بدل ما يحصل لهم حاجة فانا هطلعهم واعمل عليهم شوية اللي انا عملتهم، اعمل طاجن كده بطاطا بالبشاميل، هيبقى جميل كده وحلو. وبصراحة انا بحبه، والجو بقى النهاردة كده مغيم وقالب لشتا قوي، فقلت بس خلاص هو بقى مفيش غير طاجن البطاطا بالبشاميل هو اللي ينفع مع الجو ده. قلت بقى لحد لما البطاطا تستوي هعمل البشاميل. حطيت معلقة زيت عليها حوالي معلقتين او 3 معالق سمنة، وبعد كده حطيت معلقتين دقيق. الدقيق هنا بيمتص قوي يعني بصوا زي ما انتوا شايفين كده، اضطريت ان انا حطيت المعلقة الثالثة لان الدقيق اتشرب، وده بيبقى على حسب كل نوع دقيق. يعني في نوع دقيق لا بيبقى تمام معاه، في نوع دقيق تاني بتحتاج ان انا مثلا احط زيت او احط سمنة وهكذا. شلت بس الحلة كده من على النار لحد لما فتحت اللبن. انا مستخدمة لبن عبور لاند اللي هو 1 لتر، وحطيت بقى اللبن كده وبدأت ان انا اقلب على طول علشان الدقيق ما يلزقش او ما يحصلوش مثلا حرقان من تحت كده يتلسع. وبعد كده حطيت باكت فانيليا. البشاميل انا حطيت عليه شوية قرفة بسيطة جدا، الناس اللي ما بتحبش القرفة عادي ممكن ما تحطش قرفة، في ناس بتحط سكر بس انا ما حطيتش سكر لان احنا مش بنحب الحاجة مسكرة قوي. فحطيت بقى حوالي معلقتين كده او معلقة جبنة، هي ما كانتش راضية تنزل بس انا حطيتها بقى اوف كاميرا يعني وكده. هنا بقى البطاطا ما خدتش وقت مني لان انا كنت مقطعاها حتت صغيرة مش كبيرة، وانا كان ممكن احط السكر في الاول بس انا مرضتش احطه في الاول، قلت احطه لما المية تنقص شوية. حطيت حوالي يعني فوق النص كوباية كده بشوية، وبدأت بس ان انا اقلب السكر بس كده في البطاطا لحد لما تكمل تسوية. يعني قبل مثلا ما تستوي كده ب10 دقايق حطيت السكر، وبعد كده بقى شلتها. بصوا ما كانش فيه مية غير حاجة بسيطة جدا جدا جدا، وكانت تحفة تحفة تحفة، والسكر بتاعها كان مظبوط. حطيت بقى البطاطا اللي هي كانت عندي من قبل كده، وبدأت بقى ان انا اهرسهم كلهم مع بعض. بجد حاولوا ان انتوا ما تكتروش سكر فيها، هتلاقوها طعمها حلو قوي، بحيث لما السكر بيكون فيها كتير قوي بتخلي الواحد نفسه تجزع، يعني معلقتين وما بيقدرش ان هو يكملها. تحطوا بقى معلقتين سمنة او زبدة، لو مش عندكم زبدة عادي نحط سمنة، انا ما كانش عندي زبدة فحطيت استبدلتها بمعلقتين سمنة، وقلبتها كده تقليبة. في ناس بتعملها في الخلاط او بالهاند بلندر، انا ما حبيتش اعملها كده، انا كنت عايزة اهرسها، يعني يعتبر نص هرسة، هي مش مهروسة قوي لا، يعني انا كنت عايزة اكلها حاسة في بقطع بطاطا صغيرة وانا باكلها، يعني مش هرستها جامد جامد قوي. في ناس بتعملها مهروسة جدا، وده برضو على حسب اختياركم، على حسب ما انتوا بتحبوا تاكلوها ازاي. بس بجد جربوها ان انتوا مش تهرسوها قوي، هتبقى حلوة جدا وجميلة كده، وتحسوا ان انتوا ما ضيعتوش طعم البطاطا منها. جبت بقى صينية، دي كان مقاس صينية مقاس صغير، حطيت فيها البطاطا وبدأت ان انا افردها. وبعد كده بقى كنت عندي عاملة البشاميل ومش حاطة عليه سكر،
في ناس ممكن تحط عليه سكر برضو براحتكم. انا بس استكفيت بالجبنة والفانيليا، وحطيت شوية ملح اللي هي حاجة لا تذكر، وبس كده. هو ده اللي انا عملته في البشاميل. طبعا زي ما انا قلتلكوا في ناس بتحب بتعمل اضافات للبشاميل، ده اختياري. على فرن بقى، يعني نشغل بس الشواية من فوق، هي دي اللي احنا محتاجينها، لان احنا بس محتاجين ان البشاميل ياخد بس وش من فوق. في ناس كمان ممكن تحط على البشاميل سكر من فوق كده عشان يتكرمل، ده برضو اختياري. وبصوا بقى لما طلعت كانت حلوة قوي.